كابتن اكرام عبد العزيز، عرض لك على الاداء النهارده، اداء محترم. يعني نقول ان زفته شدت قدام المتصدر شويه ولعب الجيم محترم. والله الحمد لله، يعني انا بشكر لعيبه على الاداء النهارده. بقول لفرقه طنطا الف مبروك، فرقه كبيره، فرقه متصدره المجموعه، فرقه ما اتغلبتش من اي فرقه. انا الحمد لله الفرقه النهارده لعيبتي الحمد لله قدموا اللي عليهم وعملوا اللي عليهم. احنا كنا ممكن ناخد ال3 بونت، انتوا شايفين النهارده يعني رحنا بكوره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وممكن نخلص الماتش في البدايه، وهم كانوا ممكن يكسبوا برضه في الاول، لكن الحمد لله على الاداء. انا بشكر لعيبتي على الاداء ده، ولو فضلوا على، انا قلت لهم جوه، لو فضلوا على الاداء ده ان شاء الله هنبقى افضل من كده وهنبقى ترتيبنا كويس ان شاء الله باذن الله. اكرام في ظل قله الامكانيات، ولكن زفته شكله السنه دي غير السنه اللي فاتت. والله الحمد لله احنا بنشتغل معاهم بما يرضي الله، وبنشتغل معاهم على قد الامكانيات اللي موجوده. الامكانيات ضعيفه، لكن احنا بنحس اللعيبه وبنشتغل معاهم، لازم نعوض فرق الامكانيات. فالحمد لله الحمد لله الناس موجوده والناس بتشتغل، وبنحاول نصعد كمان ناشئين. يعني احنا معانا النهارده في مباراه طنطا بتاعي 3-4 ناشئين موجودين، وان شاء الله هنكسب السنه دي ناشئين وهنكسب فرقه كويسه باذن الله، بس الناس تصبر ان شاء الله. مبروك الاداء يا كابتن حضرتك. الله يبارك فيك.